مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى حلقة جديدة من مستقبل وطن. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نتناول محورين أساسيين. المحور الأول نجاحات وإنجازات يمنية عام 2014، ونتناول في المحور الثاني الانفلات الأمني وتأثيراته على السلم والشراكة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوف المحور الأول، النجاحات والإنجازات اليمنية عام 2014، وضيوفي الأعزاء في الاستوديو الأستاذة دينا المشهري، الحائزة على الجائزة الكبرى للاتحاد العالمي للمخترعين الألمان. أهلا وسهلا بك، نورتي أستاذة دينا. حياكم الله، أهلا وسهلا. وأيضا نرحب بالأستاذ بسام شمس الدين، الكاتب والروائي وحاصل على جائزة دبي للإبداع في مجال الرواية. أهلا وسهلا بكم جميعا. ضيوفي الأعزاء، قبل أن نتكلم في الموضوع العام بما يخص جميع المبدعين، هناك مبدعين كثر داخل اليمن، سواء كان في مجال الشعر، في مجال القصة، في مجال الاختراعات، في مجال الفن، في مجال الإنشاد. ربما كثير ممن رفعوا علم اليمن عاليا في المحافل العربية والعالمية وتحدثت عنهم الوسائل الإعلام المتعددة، لكن أنتم هنا تمثلون نموذج من نماذج عدة داخل البلد. إذا ما بدأت بالأستاذة دينا المشهري، وتكلمنا أولا عن تفاصيل اختراعاتك والتي أوصلتك إلى أن تنالي جوائز. انت ربما نلتي جائزة من دولة ألمانيا، جائزة الكبرى للاتحاد العالمي، وأيضا من كوريا حصلت على الميدالية الذهبية والفضية، وأيضا من الأمم المتحدة ربما جائزة على أفكار شباب الإبداعية. وأنت حتتحدثي أكثر عن إبداعاتك وتميزك خلال عام 2014. أولا، آخر الاختراع الذي أوصلك إلى أن تنالي الجوائز العالمية. هذا الاختراع هو عبارة عن المستخلصات النباتية الخاصة في العقاقير الطبية في المجال الكيمياء الطبية، جميعها في هذا المجال. يعني ما فيش اختراع مختلف عن اختراع ثاني، كله في مجال واحد. نعم، بس هذا الأخير ربما اللي شاركتي فيه فين؟ المجال الأخير هو عبارة عن كان اختراعين، اللي هو عبارة عن مستخلصات نباتية في صناعة أو في تحضير مستحضرات تجميل طبيعية، والثاني عبارة عن مستخلصات نباتية خاصة في توازن نسبة الجلوكوز في الدم الخاصة في مرض السكري. نعم، أستاذة دينا، أنت في جامعة درستي؟ أنا في جامعة عز، علوم تطبيقية، قسم كيمياء عامة. طيب، هناك ربما العديد من زملائك الطالبات والطلاب، وربما الكثير ما يهم الا ان يحصل على الشهاده وبعدين يروح يشوف له عمل ويتوظف وخلاص ويطلب الله. لكن انت ربما من القلائل الذين عندك افكار، عندك ابداعات، عندك طموح ربما كبير، وان كان هناك عوائق سنتكلم عليها لاحقا. لكن كيف جاءت لك هذه الفكره، فكره الاختراعات في بيئه ربما لا تسهم في مساعده الكثير من المبدعين؟ والله أول ما بدأت هو مش عبارة عن اختراع، أول ما بدأت هو عبارة عن بحث علمي تطبيقي عملي في الجامعة. أيوة، في معامل كلية العلوم التطبيقية. بحوث علمية عادية، بس في المجال يعني التطبيق العملي، ليس في المجال النظري. تميز أفضل بحث علمي تطبيقي لجامعة تعز 2011، أيام الأحداث الراهي يعني الكبيرة التي وقفت الجامعة لمدة أشهر وأغلقت. وبعدين تم تطوير بعض الأبحاث العلمية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. عدد الجوائز اللي حصلتي عليها؟ هذا الجوائز الاتحاد، أولا شهادة الجامعة الذي شهادة أفضل بحث علمي تطبيقي الجامعي عام 2011. الثانية عبارة عن جائزة UNDP للأمم المتحدة، جائزة أفكار شباب الإبداعية لعام 2013. ثالث واحدة الذي كانت في عام 2013 وتم تسليمها في عام 2014، وهي شهادة أفضل مخترعة يمنية من منظمة الريبو العالمية. رابع جائزة اللي كانوا مع بعض، الذي عبارة عن الجائزة الكبرى أو الخاصة من الاتحاد العالمي للمخترعين الألمان، زائدا الميدالية الفضية والذهبية من المعرض الدولي الكوري في العاصمة الكورية سيول. نعم. طيب دينا، ربما حنتكلم كيف بدأتي أو كيف كانت بداية المشاركة، لكن دعيني أنتقل إلى ضيفي العزيز أيضا الأستاذ بسام شمس الدين. أستاذ بسام، أنت أيضا لك روايات متعددة، من ضمنها الطاووسة والباهوت قصص، وروح الحبيبة أيضا قصص، والدائرة المقدسة رواية، وهفوة رواية، وربما الرواية الأخيرة التي حصلت على الجائزة في دبي رواية لعنة الواقع. لعنة الواقع، وحنتكلم عن لعنة الواقع هذه بالذات. لكن أستاذ بسام، أولا كيف أتيحت لك
الفرصة أن تكون روائي في بلد ربما مليء بالمتغيرات السياسية والاقتصادية ربما الواقع اليمني لا يتحمس كثير لحكاية الروايات والقصص بقدر ما هو متحمس سياسيا، مشاكل سياسية و يعني مماحكات وتنافس سياسي أكثر ما هو جانب إبداعي. وأنت ظهرت من بين هذه الزحمة ولمعت خصوصا في الفترة الأخيرة بروايتك المتميزة. نعم. أولا يجب الاعتراف أنه تجربتي مرت بمراحل متعددة من ناحية العمل، من ناحية أيضا ظروف. أحيانا الظروف تصقل الموهبة أو الإبداع، وليست الظروف النفسية، الظروف أيضا أن تشاهد ما حولك وتتأثر. ليست أحيانا يقال إن المعاناة تخلق الإبداع، صحيح، ولكن ليس صحيح. المعاناة الجسدية أو المعاناة إنها المعاناة النفسية التي تصقل موهبة المبدع وتجعله أيضا ويمكن الاعتراف إن في اليمن إنها بيئة خصبة للروائيين، بيئة متوفر فيها جميع عناصر الرواية. إذن لا تنقصنا إلا الموهبة، وأيضا الاهتمام الرسمي بالمبدعين، اهتمام رسمي بحيث يكون الإبداع هاجس للسلطات، هاجس لليمنيين، لكل فرد. الثقافة تكون هاجس، وهي الطريق الأمثل لنصل باليمن إلى مستقبل كما هو عنوان الحلقة، مستقبل وطن. هذا الثقافة هي طريقنا إلى المستقبل المشرق لليمن. طيب، إذا ما ركزنا أستاذ بسام، وهذه ربما النسخة الأخيرة من روايتك لعنة الواقف الذي حصلت على إثرها جائزة من قبل دبي للإبداع في مجال الرواية. وقد لا يتسع لنا الوقت أننا نتناقش كثيرا عن تفاصيل هذه الرواية، لكن لعنة الواقف اشرحها للجمهور. طبعا لعنة الواقف يعني ما فيش لعنة الجالس يعني. نعم، أحياها هو عنوان ملتبس، وأجمل العناوين هي العناوين التي تقرأ من جميع جوانبها، تأتي أكثر من معنى. فالواقف هو رجل، شخص أوقف مالا، أو إقطاعي أوقف مالا منذ 7 قرون أو أكثر، فكتب في وصية على جلد غزال، على مجلد، أن من مس هذه الأرض أو بنى عليها أو اعتدى عليها فإنه سيحل في منزله الأحزان. طبعا استهان وأوكل أحدهم، أوصى من عائلته وصيا عليها بأن يبعد الأضرار عنها وأن يراقبها. والقدماء طبعا حرصوا على عدم المساس بها، لكن جاء بعد في العصر الجمهوري المتمرد، جاء، ولا أقصد المتمرد إنه عصر جميل، ولكن جاء من يستهين بالوصية، فبنوا في هذه المقبرة، وفوجئوا السكان وهو نيام بأن الموتى تثور عليهم. نعم، الموتى. ولذلك من ضمن ما ذكرت، كلما مررت بقرية أتعمد في النظر إلى مقابرها. هذه نحتاج إلى وقفة أيضا كمان، يعني كل ما مررت بقرية نحتاج إلى النظر في مقابرها. يعني لماذا؟ تقصد؟ نعم. نعم، الرجل هذا وصي المقبرة الذي هذا هو شخصية وصي المقبرة. يعني ننظر إلى ما هو جميل في القرية. نعم، وصي المقبرة هو ينظر إلى أيضا الحياة الأخرى أو الموت. هو أيضا صورة معاكسة للحياة. جميل. إذا كانت الأموات مصانين ومحفوظين في جدار وقبور مزينة، هذا هو يقارن بالمقابر الأوروبية. كيف؟ ربما في الإسلام نظرة أخرى. نعم. ليس ضروري الاهتمام بالمقابر كشكل يعني. لا، هم طبعا ما يهتموش بها بشكل، لكن هي صورة معاكسة لحياة الناس. إذا كان حال الأموات بهذا السوء، غير القاذورات عليهم ولا كذا، إذن الأحياء حياتهم أسوأ. صحيح.
فلهذا هناك الآن مقابر تحول إلى أراضي للمتنفذين للأسف الشديد. نعم تزال، ومشاكل عدة ربما لا نريد أن نتحدث عليها كثيرا حتى لا نغفل الابتسامة في نعم. هو من يقرأ الرواية، الشخص الذي لديه وعي سياسي سيقول صحيح. هذه الرواية لديها ميول سياسي، واللي يقرأها بوعي اجتماعي يظن أن هذا ميول أيضا اجتماعي، وهي تعالج قضايا. كل شخص بالوعي الذي يحمله، كل شخص يقرأها بالوعي الذي يحمله. نعم. طيب أعود إليك أستاذة دينا، في جانب اختراعاتك المتميزة كيف تم المشاركة في الخارج؟ يعني هناك بالتأكيد مراحل يمر بها الشخص إذا أراد أن يشارك في جوائز عربية أو عالمية بشكل عام. أنت كيف تم مشاركتك في هذا المجال، مجال الاختراع؟ والله مجال يعني وصولي إلى مشاركات خارجية، أولا النت عندي ألعب فيه يعني ككرة القدم. جميل. جاءتني استمارة من وزارة الصناعة والتجارة من إدارة الملكية الفكرية والاختراعات. بس لعب إيجابي طبعا. أيوة. أكيد. فجاءتني استمارة إنه يعني من جامعة الدول العربية يعني بمجال مشاركات المعارض الخارجية، ليس فقط معرض كوريا. فتابعت الاستمارة وحبيتها على أنه إذا في أي مشاركة لمعارض دولية خارجية في مجال الاختراعات. مرت 3 أشهر بعد ما عبيت الاستمارة جاني إيميل من كوريا إنه سيتم عمل معرض لمدة كذا في مجال الاختراعات، فأنا حابة أن أشارك. جاء لك إيميل أنت شخصيا؟ أيوة. ولا أنت دخلتي موقع تابعتي؟ لا، أنا يعني تراسلت مع منسقة جامعة الدول العربية في مصر. في مجال أيوة. نعم. أيوة في مصر بالضبط. فرسلت بالإيميل أول ما طلبوني، رسلت من الوثائق ورسوم الاشتراك في المعرض، والحمد لله كمان فيها رسوم اشتراك. أكيد. رسوم اشتراك كل شيء عشان جهزوا لنا كابينة العرض وكل حاجة يعني. أيوة. نعم. وبعدين كيف جاك خبر انك من المقبولات؟ عبر الإيميل، مراسلات عبر الإيميل 24 ساعة، يعني ما بين 10 دقائق و10 دقائق كل شيء يعني يمر بكل دقة. والحمد لله أخذت أخي الصغير ورحنا إلى كوريا، أول مرة أخرج خارج البلد طبعا، دولة أجنبية. كانت فيه رهبة وفيه فرحة كبيرة، وأقول أن أنا أكيد أنا رايحة في الطائرة. إنجليزيتك تمام أيضا؟ والله الإنجليزي كان بعد هذه كذا يعني، بس الحمد لله كان في دكتورة من مصر عاونتنا كثير بشكل غير عادي، ربنا يحفظها ويوفقها إن شاء الله، والحمد لله يعني صار. أول ما جالك الرد استبشرتي خير إنه فعلا هذه بداية انطلاقة لدينا؟ أول ما جاني الرد في الإيميل يعني قصدك ولا وين؟ أول ما جاك الرد في الإيميل إنك من المشاركات في كوريا. والله الأمر عادي ما. جميل. طيب أيضا ربما هناك عوائق لكن لن نتحدث عنها إلا عندما نشاهد التقرير، إن كان التقرير جاهز. التقرير جاهز طبعا الذي أعده الزميل وديع عطاء حول النجاحات والإنجازات اليمنية، وكما ذكرت هي نجاحات كثيرة جدا لا نستطيع أن نعددها ولا حتى التقرير يعدد هذه النجاحات الكثيرة في 2014، لكن أنتم نموذج من هذه النجاحات. إذن نتابع التقرير الذي أعده الزميل وديع عطاء ومن ثم نعود. على الرغم من السوداوية التي أريد للعام المنقضي أن ينطبع بها، إلا أن أيامه انطوت على ما يمكن اعتباره نقاط ضوء صنعت شيئا من البسمة على محيا الوطن المكلوم. إنجازات وإن غلب طابع النجاح الشخصي فيها، إلا أنها تحسب لليمن وطنا وإنسانا. ثمة نجاحات وإنجازات على الصعيد الوطني، لعل أهمها نجاح الشعب اليمني في تجاوز السقوط في هاوية حرب أهلية طاحنة خطط بأن تكون طائفية، ويجري حاليا تحويلها لتصبح حربا ضد الإرهاب، أي حربا بالوكالة عن أمريكا. أسفر العام المنصرم عما يمكن تسميته إنجازات، فعلى صعيد مكافحة الفساد مثلا لا حصرا، استردت هيئة مكافحة الفساد قرابة 2 مليار ريال لخزينة الدولة من الشركة المنفذة لمحطة مأرب الغازية، وليس في صفحة الهيئة ذكر لأية إنجازات حتى العام 2012. على الصعيد الإبداعي والعلمي والتخصصي ثمة إنجازات استحقت الرصد على سبيل الذكر لا الحصر، منها 20 فبراير 2014 فاز المخترع اليمني جمال محمد صالح الشريف بالمركز الأول من بين 102